السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كلكم يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. بسلم على كل حبايبي ومتابعيني من كل الدول. ربنا يا رب يجازيكم خير على وقفتكم ودعمكم باللايك وبالاشتراك وكل حاجة حلوة بتفكرينا يا شيري. ايوه بفكركم. يلا نصلي على النبي ونقول بسم الله ما شاء الله، وندعي لاخواتنا في فلسطين، لان ايا كان مهما فرحنا فرحتنا ناقصه يا جماعه، الفرحه بتاعتنا ناقصه بامانه. نفسنا نشوف السودانيين كويسين والفلسطينيين كويسين، كل الدول كويسه، اللهم امين يا رب العالمين. ايه يا شيرين بتعملي ايه؟ فاكرين الشقه دي؟ فاكرين كنت واخداها شكلها ايه؟ فاكرين لما قلت لكم انا مش عارفه الشقه دي هتخلص ازاي، هيبقى شكلها ايه، هتبقى عامله ازاي. انا والله العظيم لم اتخيل، لم اتوقع يعني ان هي تبقى كده. خدت مني وقت، خدت مني مجهود، خدت مني فلوس، خدت مني كل حاجه، بس الحمد لله انا مبسوطه وسعيده جدا ان انا عندي شقه محترمه زي دي بامانه. الحمد لله. طبعا ابويا كان يعني ليه دور كبير قوي يا جماعه، انا ما اقدرش ان انا انسى فضله. وعايزه اقول لكم الفيديو ده بناء على طلبه هو، بيقول لكم انا عايز يعني تكتبوا لي في الكومنتات ان انا عرفت اطلع الشقه دي كده كويسه وتستاهل يعني المجهود اللي انا عملته فيها، ولا انا ما قدرتش ادي للشقه دي حقها، لان كل حاجه اتعملت متظبطه في الشقه دي كانت من تحت ايده هو، من تحت ايده هو. طبعا انا لسه ما جبتش حق يعني بقيت حاجه السباك، ربنا يوسع على الناس كلها. طبعا يعني انا ما كنتش عايزه انزل فيديو على ما اجيب كل حاجه السباكه بامان، بس ابويا اللي قال لي والله العظيم بابا يا جماعه، يعني بيتصل عليا من القاهره يقول لي شيرين انت نزلت الفيديو، الناس رايهم ايه، صعب عليا. قلت له والله يا بابا انا لسه ما نزلتوش، يعني انا لسه ما مسحتش الشقه من الدهانات اللي واقعه فيها على السيراميك، ولسه يعني ما ظبطتش يعني اللي انا عايزاه، ان انا اركب بقى الحواض واركب القعده واعزكم الله والدش والكلام ده كله لسه يا بابا. قال لي ده كنت عايز الناس يقولوا ايه رايهم في شغلي وكده، فصعب عليا. قلت له طب والله يا بابا لا اعمل لك فيديو حاضر عشان خاطرك انت وانزله. لا قولوا لهم ايه رايكم في الفصل اللي انا فاصله اللي هو اللون البني ده، انا بقى انا عامل لك كده فاصل كده بين الطرقه والمطبخ ومفصله كده بالغامق كده. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله هو بيستخدم دهانات نظيفه قوي يا جماعه. غاليه، مش هقول لكم مش غاليه، غاليه جدا كمان. الجردل الواحد في الدهان كان جايبه ب1500، انا جايبه 3. تمام. عايزه اقول لكم غير المعجون، غير الحاجات كده، معجون ضد الرطوبه مش عارفه اسمه ايه كده، كانوا قايلين لي على اسمه، معجون تاني للحيطان، طبعا صنفره، طبعا بطانه، طبعا لاكيهات. عارفين لاكيهات بس اللي هو جايبها بكام؟ بيقول لي يا شوشة انا طلبت منك لاكيهات بكام؟ 1500 يعني ولا 2000؟ ده مش حاجه. قلت لها بالنسبه لك مش حاجه. عارفين لاكيهات يعني ايه؟ اللي هي الدهانات بتاعه الشبابيك والبيبان، ده اللاكيه يعني اللي هو قصده كده. بابا بقى حب يعمل برضو الشباك بتاع المطبخ بلونين، ان من فوق يبقى لون البيج، وان الشبابيك اللي انا بفتحها يبقى لون الابيض، وبياض الازاز باللون الابيض من بره ومن جوه. ايه رايكم بقى في باب الشقه؟ وايه رايكم في البابين دول؟ قال لي بصي انا هخلي الطرقه دي اللي يخشها، اللي هي الطرقه اللي هي من باب الشقه لحد من قدام باب الشقه، يعني اللي اعزكم الله، والحمام والمطبخ كده، يعني يشوفها اللي يدخل يشوفها كده ينبهج كده. فانا فعلا اتعملت لي بهجه عملت لي بهجه يابا بصراحه، يعني تخش كده بالشقه تحس كده باطمئنان. واخدانا ورايحه فين يا شيري؟ استنوا الفيديو النهارده في حاجات كتيره قوي بامانه. طبعا وريت لكم الشقه ولسه في فيديو تاني لما شطبها نهائي، والارضيه وتتمسح والازاز وكل حاجه تمام. الازاز بتاع الشبابيك لانه واقع عليه بويه. طيب بتورينا ايه يا شيخ؟ بوريكم الشقه ديت من يوم العيد، من ساعه العيد الكبير لما فرشتها قبل وقفه العيد بيوم. انا بفرش فوق الاول وبعدين بنزل افرش تحت يوم الوقفه، فطبعا قبلها بيوم بكون فرشه هنا. ما عملتش اي حاجه في الشقه دي، كان بابا اللي قاعد فيها هو واحمد ابني، كانوا بيناموا فيها هنا هو واحمد ابني. انا قلت لكم ان انا احمد مش بيطلع ينام في الشقه دي هنا لوحده، ولا حبيبه ولا اي حد. الشقه دي بقى انا عاملاها للضيوف، فلما ابويا بقى بيطلع ينام فيها فخلاص انا مطمنه. يطلع ينام مع جده كده فوق، كل واحد على سرير. ده سرير بابا بقى
انا بوريكم يا جماعه عشان اللي بتظلمني منهم ماما امي تقول لي انا نفسي افهم، بتطلع كل لما اتصل عليكي الاقي بنتك تقول لي حبيبه يا تيتا ده التليفون مش معايا، واخده بس التليفون اللي بتصور فيه بتنظف الشقه فوق. والله يا تيتا، والله يا تيتا بتاع. تقول لي هي الشقه اللي فوق دي فيها ايه عشان امك كل شويه تطلع تنظف فيه؟ شفت يا ماما، انا حبيت اصور لك والله بجد بس عشان تعرفوا ان انتوا ظالمين. اكيد مفيش حد فينا بيحب ان هو صحته ويضيع صحته، بس التراب والبهدله، الملايات بلاقيها اتسخت، السجاد بحس ان عليه تراب عايز يتشال، الستاير من كتر التراب بقى لونها مش ابيض بقى لونها كاكاوي. كل ده بيبقى عايز كل شهر كده اطلع بقى يعني قدها تنفيضه محترمه، كنسه محترمه. بما ان بابا كان فيها فقلت خلاص بقى اطلع اشيل كل ده واغسل كل ده وافرش بقى على نضيف. هتشوفوني دلوقتي. دي بقى مين؟ دي بنت ام رحاب يا جماعه. عارفين ام رحاب اخت ابو احمد؟ دي بنت يوم الفرح بتاعها ولاء. لقيت الصوره كده وانا بستعد الذكريات ففي النيش، فقلت اما اوريكم صوره ولاء. المهم ده النيش بتاعي بتوروا لنا ليه الشري. فكرة يا جماعه ده البراد اللي هو بيتحط على النار، ده البراد اللي بيتحط على النار، ده البراد البايركس اللي بيتحط على النار، ازاز لكن بيتحط على النار. طيب بتقولي ليه شيرين كم مره كده يا الناس، ولا انت عندك مش عندي ناس؟ عشان انا بنتي مش مقتنعه ان امها متجوزه من دي السنه 19 ليا وان عندها براد من ده. يا بنتي قسما بالله امك برضو يعني امك شافتها انا وبعدين انا كان عندي امي يا جماعه عندها استعداد لا تاكل ولا تشرب ولا تلبس بس تشوف ولادها مبسوطين. يعني قسما بالله يعني امي ديت ربنا يشفيك يا ماما ويعافيك يا رب. هي على فكره يا جماعه بتعمل جلسات طبيعيه على ايديها، وادعوا لها بالله عليكم ان دراعها يخف عليها شويه عشان خلاص ما بقتش قادره تشيله. انتوا عارفين هي مريضه السرطان وكده، واللي بيشيل صدره بيشيل الغدد اللي بتبقى تحت الباط اللي هو الابط، بتخلي بقى خلاص ما عادش في غدد شايله الدراع، فالدراع يرهرط فيتقل. برضو يا شيرين ما قلتلناش خش في الموضوع بتورينا النيش ليه؟ هقول لكم بوريكم النيش ليه، وعايزه رايكم بما انكم بقيتوا اهلي وجزء مني. تمام، انتوا فعلا جزء من حياتي، بل انتوا 3/4 حياتي مش جزء واحد. والربع اللي انتوا ما تعرفوش ده اللي احب احتفظ بيه لنفسي، وما احبش ان في يوم من الايام حد يعرفه. اتمنى ان احتفظ بيه لنفسي وربنا بس اللي يكون عالم، لكن ال3/4 التانيين من حياتي انتوا تقريبا كلكم عارفينها. المهم البايركس والاكروبال والصيني، وطبعا الضلفه الاولانيه اللي انا وريتها لكم كان فيها طقم قهوه وطقم شاي وطقم كاكاو وكوبايات معرفش ايه مذهبه وكوبايات ايه وايه وايه الحاجات دي كلها. حبيبه بنتي بتقول لي يا ماما اكيد الحاجات دي انا لو جيت اخدها وانا عروسه هيقولوا لي ايه اللي انت جايبه ده مش موضه، ده مش حلو، ده معرفش ايه. فانا بشاهدكم يا جماعه وبقول لكم انا ظروفي من بعد الشقه او ظروفي الخاصه اللي ما احبش حد يعرفها، ان انا مش هعرف اعمل دولاب، مش هعرف اعمل دولاب اطفال خلاص. طيب عايزه اقلب النيش ده اقلبه دولاب، فقلت اخد رايكم ان انا اقلب النيش ده. عايزه اقول لكم النيش ده بقاله 5 سنين قسما بالله ايدي ما اتمدت فيه، لان لما بعمله انا اوريكم دلوقتي فنجانين ايديهم اتكسرت، ايديهم مكسوره، يعني معناتها ان انا كل ما بنضفه بكسر منه حاجه. النيش ده بقى عامل فيه ذكريات وكوبايات وشفاشق اللي بيتحط فيها العصير وإشي وفوانيس وإشي طقم معرفش وإشي معالق وإشي ايه وإشي ايه، في حاجات كتيره قوي. فانا بقول لكم انا هتغسل بكلور وذره كده بريل في الكلور في الميه، وبعدين اغسلهم كده غسله نظيفه، وبعدين انشفهم كده تنشيفه نظيفه، وبعدين احطهم في ورق جرايد وعينهم لحبيبه، نصها لحبيبه ونصها لنور. وهاخد منها برضو كده كام حاجه برضو ليا تكون تحت عندي في الشقه تحت يعني وكده ان شاء الله باذن الله، منين ما احب ان انا يعني اقدم فيها حاجه للضيوف وكده. فانا محتاجه رايكم، هل مبدئي حلو ان انا اشيل الحاجات دي لاولادي، ان النيش ما اتغسلش 5 سنين ومالوش ريحه 30 لازمه، واعينهم لاولادي؟ وطبعا لا هجيب لهم، محدش يقول لي شيرين انت بتكروتي عشان مش هجيب لهم، لا طبعا والله انا لو طلت اديهم عينيا هديهم عينيا. انا يا جماعه عايشه عشان خاطر ولاد، زي ما شفت امي عاشت عشاننا انا بعيش عشان ولاد.
فبس ده تكمله ليهم، يعني حاجات مثلا ايه بحطها في المطبخ، إيه التكمله مثلا في النيش. طبعا هجيب حاجات جميله وحديث. انا اوريدي على فكره بجهز حبيبه يا جماعه، قسما بالله بجهزها. ربنا يا رب يديني الصحه لحد ما ادي رسالتي مع البنتين ونسطر عرضهم في بيوت يعني جوازتهم، وابن ان شاء الله يرزقكم بالزوجه الصالحه اللي تهني وتسعدوا، ويا رب يجعل حظكم احسن من حظي يا ولاد يا رب. فهجيب لهم تاني والله ان شاء الله باذن الله. بس انا محتاجه رايكم، بس قولوا لي رايكم ايه، انا كلامي صح انا ولا ايه؟ وطبعا وانا بغسله وهوريكم كل حاجه وهي بتتغسل، وهتشوفوها وهي بتلمع ونجيف. عايزه اقول لكم الكريستال اللي كان من 20 سنه ده مش هتلاقوا منه دلوقتي. فاقنعوا البت حبيبه في التعليقات، اقنعوها لا يا حبيبه ده حاجه ماما جميله جميله قوي كده يعني. ان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه تكون كويسه وتكون حلوه، تكون عند حسن ظنكم. وانتظروا الفيديو اللي جاي للشقه، وهي تقريبا خلاص هكون كامله مكمله على المفتاح اللي يجي يسكن فيها ان شاء الله. يلا حبايب قلبي، دمتم في رعايه الله واستودعكم في الله، والسلام